في أماكن نائية حيث الصمت يسيطر والريح تحكي أسرار الأرض، تظهر أحياناً مجسمات صخرية كتشبه كائنات حية. ومن أخطر هذه المجسمات على الإطلاق مجسم الأفعى الملتوية، إشارة لا تظهر عبثاً ولا تنحت دون سبب. الأفعى في علم الإشارات التكنيزية ليست رمزاً عادياً، بل هي رمز الحراسة والخطر والتحذير. وعندما تكون الأفعى ملتوية فهنا الرسالة أوضح: الكنز موجود، لكن الطريق إليه ليس مباشراً ومحفوف بالمخاطر. مجسم الأفعى الملتوية غالباً ما ينحت بطريقة ذكية توهم الباحث أنه أمام تشكيل طبيعي، لكن عند التدقيق تظهر التفاصيل: انحناء غير عشوائي، رأس واضح أو اتجاه محدد، أحياناً مع سماكة غير طبيعية في الجسد أو ارتفاع متدرج للصخور وكأنها تلتف حول نفسها. فخ أم تثبيت حقيقي؟ السؤال الأخطر الذي يطرحه كل باحث: هل هذه الإشارة فخ قاتل أم تثبيت حقيقي لكنز ثمين؟ الجواب ليس واحدا دائما. في بعض الحالات تكون الأفعى الملتوية إشارة تثبيت حقيقي، معناها أن الهدف موجود فعلا في محيطها، لكن ليس تحت الرأس مباشرة ولا في نهاية الذيل كما يظن الكثير، بل غالبا يكون في نقطة انكسار الالتواء أو في اتجاه نظر الرأس مع مسافة محسوبة. لكن في حالات أخرى تكون الأفعى إشارة فخ خطير جدا، حيث يتم توجيه الباحث إلى حفر مباشر تحته فراغات صخرية، انهيارات أو آبار مطمورة بعناية. يروى أن مجموعة من الباحثين عثروا على مجسم أفعى ملتوية في منطقة جبلية، وكانت منحوتة بدقة عجيبة. أغلبهم أصر على الحفر أسفل الرأس مباشرة، لكن أحد كبار السن من أهل المنطقة حذرهم وقال: الأفعى لا تحرس كنزها من الأمام، بل من الطريق السهل. لم يسمعوا التحلير وبدأوا الحفر، وبعد أمتار قليلة انهارت الصخور وكادوا يفقدون حياتهم. بعد أشهر عاد فريق آخر درس الإشارة جيدا ولاحظ وجود صخرة ملساء خلف التفاف الجسد وبمسافة محسوبة، وعند العمل بحذر شديد تم الوصول إلى مدخل جانبي قديم يدل على دفين قديم محفوظ بعناية. مجسم الأفعى الملتوية ليس إشارة سهلة، لا يتعامل معها بتهور، تحتاج فهما وصبرا ودراسة محيطها بالكامل، وأي خطأ في التفسير قد يحول البحث عن كنز إلى كارثة حقيقية. والآن دوركم أنتم: هل صادفتم مجسم أفعى ملتوية؟ هل رأيتم إشارة مشابهة أو سمعتم بقصة حقيقية عنها؟ اكتبوا تجاربكم وآراءكم في التعليقات، وشاركونا صور الإشارات المشابهة لكي تعم الفائدة ويتعلم الجميع. ولا تنسوا دعم الفيديو والمشاركة، فربما تكون معلومتك سببا في إنقاذ باحث آخر أو كشف سر دفين منذ مئات السنين.